السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة السوبيا زي بتاعة المحلات واحسن كمان، بطريقة سهلة وسريعة، وانتوا هتشوفوا بنفسكم هتجربوها مش هتبطلوا تعملوها. معايا مج كده ونص من الرز المصري العادي، مج ونص من الرز، غسلته وصفيته كويس، وحطيت كده حوالي لتر وربع كده من المية على النار، يعني حوالي بنفس المج برضو حوالي 6 مجات مية كده، وحطيت فيهم الرز لما يغلي وسبته كده لما يستوي. ولما يجي للمرحلة دي يبدأ يمتص المية أو يشرب المية اللي في الحلة، يبدأ كده دخل في تسوية. أبدأ أهدي عليه النار واخليه يستوي على مهله كده لحد لما يطرى جدا جدا، عايزاه يبقى مهري خالص كده علشان لما اضربه في الخلاط يطلع معايا زي الكريمه بالظبط، ويبقى ناعم جدا زي الصوبيا اللي بنشربها في المحلات او بناكلها في المحلات. زي ما انتم شايفين كده هو كده استوى 100%. سيبته لما يهدى شويه علشان ما ينفعش احطه طبعا في الخلاط دلوقتي وهو سخن قوي كده. هدي شويه كده، وبعدين هحط عليه مج برضو بنفس المج اللي عايرتي بيه كل حاجة، مج ونص من السكر، وهقلب كويس. طبعا الرز لسه سخن فالسكر هيدوب بسرعة جدا، وقلب كويس جدا. عايزه اقول لكم كمان ان هو على النار ما ينفعش تسيبيه خالص، من وقت للتاني لازم نقعد نقلب فيه علشان ما يعملش طبقة من في تحت في الحلة، والطبقة اللي تحت دي بتعمل لون، فانا مش عايزاه يغير لونه خالص وما يلزقش في الحلة. فنهدي عليه خالص ونقلب من وقت للتاني، كل شوية نقلب فيه. حطيت مج كده من اللبن او الحليب، اللبن عادي بدرجة حرارة الغرفة، يعني كنت غلياه وسبته لما بيرد تمام. هحط نص الكمية بس لان الكمية كتيرة، فمش هينفع ان الخلاط يلفها، مش هيقدر ان هو يلف كل الكمية دي. هحط جزء والجزء التاني هعمله بعدين. بصوا هو بيلف اهو، بس طبعا انتوا عارفين الرز بيبقى تقيل فبياخد وقت شوية. زي ما انتوا شايفين كده بقى ناعم جدا زي الكريمة كده، بس بينزل تقيل كده من المعلقة. هحطه في بولة كبيرة وبعدين اعمل الجزء التاني. لو الخلاط ما اتحركش معاكي بسهولة تقدري تبطلي الخلاط، وبعدين بمعلقة كده تقدري تجيبي اللي تحت فوق وتقلبيه من تحت لفوق كده علشان يشتغل معاكي بسرعة. شايفين الحلة اهي ما لزقش فيها اي حاجة وزي الفل. هحط برضو مج تاني من اللبن، وكمان نص مج، يعني حطيت حوالي مجين ونص من اللبن. ده الجزء التاني. هحط معاه بقى كده كيسين صغيرين من الفانيليا، او لو فانيليا سايلة برضو مفيش مشكلة. ودي معلقة كده اختياري، دي من عندي انا، دي اختياري معلقة كريم شانتيه، تديها طعم حلو جدا زي طعم القشطة كده، ولكن دي مش اساسية في الوصفة، لو مش عايزة تحطيها ما تحطهاش. زي ما انتم شايفين بصوا طعم القوام بتاعه ازاي حلو وناعم جدا جدا. بقلبه كده من تحت لفوق، وبعدين خدته اخر كده ضربة في الخلاط، وبعدين هحطه على الجزء التاني واقلبه كويس. دلوقتي معايا اقل من ربع الكوباية، يعني حوالي 6 7 معالق كده من اللبن او الحليب. حطيت عليه ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون وربع معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وما نزودش. المعلقة اللي انا بعاير بيها دي معلقة صغيرة جدا. وهقلبه كويس، دي الخميرة بتاعته اللي هتديك الطعم المزز اللي هو بتاع المحلات بالظبط. طبعا لو مش عايزينه يبقى مزز ولا يبقى زي بتاع المحل، يعني مزز كده المزازة بتاعته دي، ممكن تقدري ما تحطيش ملح الليمون خالص ولا الخميرة كمان، يعني تقدري تاكليه في الجزء الاولاني كده كده خلاص، تقدري تحطيه في الاطباق وتحطي عليه قرفة وتاكليه. لكن طبعا المزازة اللي فيه دي هي احسن حاجة في الصوبيا بصراحة، طعمها بالمزازة بتاعتها كده بتبقى طعمها خطير. طبعا انا قسمت منها شوية حطيته في علبة تانية علشان هي اديها فرصة لما تخمر هتعلى شوية، فلازم يكون في مساحة علشان تقدر ترتفع. ولان لو ارتفعت طبعا الطبق مش مكفيها هتنزل من الطبق. فانا قسمته كده، حطيت شوية في البولة ونقصت شوية في بولة تانية.
طبعا طلعته هتحطيه ليلة كاملة في التلاجة وتاكليه تاني يوم. دي افضل طريقة عشان ما يكونش طعم الخميرة باينة فيه. لو مش عايزة طعم الخميرة يبقى باين فيه لازم تبيتيه ليلة كاملة في التلاجة. طبعا انا بيته وزي ما انتم شايفين كده كله فقاعات، زي ما يكون العجينة كده خمرانة، لما بتيجي تحطي ايدك فيها بتلاقيها كلها فقاعات كده وهوا من جوه. بقلبه كويس جدا جدا واقلب فيه، وبعد كده اغرفه في البولات بتاعتي عادي جدا، واحط على وشه القرفة وابدا اقدمه عادي وبألف هنا وشفا. كده طعم الخميرة اختفى خالص خالص فيه لما بتبيتيه. طعمه حلو جدا هيعجبكم ان شاء الله. ودي كانت وصفتنا للصوبيا النهارده، اسهل طريقة للصوبيا، والله طعمها خطير زي احلى من بتاعة المحلات كمان. وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. نحط بقى على وشها القرفة ونبدأ نقدمها عادي جدا، وبألف هنا وشفا. قوام ممتاز ممتاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.